وقت اللي الشعب الفلسطيني يقصف والشهداء يتساقطون بالمئات، نشوفوا في تلك الابتسامة الجميلة تكون في عرس، في عيد ميلاد، في ايش تستنى من الشخص وصف المقاومة بتاعه على اساس انه حركة ارهابية؟ مش تستنى من رئيس دولة عربية مجاورة لفلسطين يسمح بقصف الفلسطينيين ويسمح بدخول السلاح عبر تراب، نحكي عن الأردن. ايش تستنى من رئيس دولة لاصقة فلسطين ويعتبر انه القضية الفلسطينية وانه المقاومة حاجة ما تعنيهش، اللي يعنيه هي مصلحة بلاده أكهو؟ ماذا تنتظر؟ ولكن على الأقل كان عليهم إذا ما همش مساندين الضحية على الأقل ما يقفوش مع القاتل. إذا كان ماكش قادر، إذا كانك عاجز، ما تخرج تضحك هكا. لا يوجد بعد هذا الاستفزاز استفزاز. حتى ما يلزم حتى بلد آخر يدخل في الحرب، شكون فيها الحرب؟